السلام عليكم. ادعوا لاخواتنا في غزة قبل اي حاجة، ربنا ينصرهم ويكون معاهم. تاني حاجة معانا نجم النهاردة، نجم من اساطير النادي الاهلي، نجم عرفناه عن طريق النادي الاهلي، وهو النجم الكبير جدا عبد المنعم مصطفى حسين. عبد المنعم مصطفى حسين، طبعا انا بقول الاسم، طبعا اغلبية جمهور الاهلي ما يعرفش مين هو عبد المنعم مصطفى حسين. عبد المنعم مصطفى حسين هو باختصار كابتن شطة. كابتن شطة نجم النادي الاهلي، وكان من الفريق التاريخي اللي كان مشارك في أول بطولة أفريقية توج بيها النادي الأهلي. كابتن عبد المنعم مصطفى حسين مواليد 7 يوليو 1953، مواليد السودان، لأن هو مش من مواليد مصر. كابتن شطة مواليد مدينة حلة حمد في السودان، دي مدينة في السودان في الخرطوم. كان بداية حياته لاعب جمباز، وبعد كده انتقل لفريق الكورة في المدينة اللي هو كان ساكن فيها، دي حلة حمد. هو في سن 15 سنة، سن 18 سنة التحق بفريق التحرير برضه في الخرطوم، وبعد كده انتقل للقاهرة عشان يكمل هندسة إلكترونيات سنة 1974. كابتن شطة من بداياته كانت بداية مبشرة، من أول ما ساب فريق الجمباز اللي هو كان بيشترك فيه، وانتقل بعد كده بيتدرج للأندية من سن 10 سنين تقريبا ل 15 سنة، لغاية ما رحل وقصته للقاهرة عشان خاطر يكمل هندسة الإلكترونيات. صراحة ان هو كان راجل نبغة، وكان باين عليه ان هو يعني حاجة جامدة جدا. الكابتن شطة بداياته في النادي الاهلي كان عرضه مدرب او مدرب الهلال السابق كابتن اسكندريان علي هيدوكوتي. كان ماسك الاهلي في الفترة دي كابتن هيدوكوتي، واسكندريان ده كان مدرب الهلال السابق، وكان لاعب في هلال سابق في نادي الهلال يعني في خرطوم. وعرضوا على كابتن هيدوكوتي اللي كان ماسك الاهلي في الفتره دي. وفي شطه قد ما كان موهبه وموهبه فذه، بس هو كان قصير شويه، اطلقوا عليه قرن شطه. المدرب اطلق عليه قرن شطه، فطبعا انتوا عارفين خفه دمنا، طبعا اطلقنا عليه بس كابتن شطه. كابتن شطه كان من الناس الموهوبه فعليا في خط نص الاهلي، وشارك في اول بطوله افريقيه اخدها النادي الاهلي. كابتن شطه ليه تاريخ كبير جدا معانا. تخيل ان كابتن شطه واغلبيه الناس ما تعرفش كابتن شطه. كابتن شطه شارك في النهائي مع النادي الاهلي، خد معاه توج معاه ب5 دوري وب3 كاس وواحده دوري ابطال، وهي كانت الاولى في تاريخنا. لعب معانا تقريبا 10 سنين، من سنه 73 لغايه سنه 83. هو حاليا من 2003، هو اعتزل 83، من 2003 لغايه النهارده بيمسك المدير الفني للاتحاد الافريقي والمنسق العام، وماسك اشراف على منظومه التحكيميه، وماسك اشراف على كره القدم للسيدات. الحقيقه ان هو كان حاجه من الحاجات الحلوه في الزمن ده. بس الغريبه ان احنا ما فيش ناس كتير من الجيل الجديد عارفه حاجه عن الكابتن شطه، فانا حبيت اسلط الضوء عليه بحاجات بسيطه كده. انه راجل لعب معانا 10 سنين، 10 سنين مش حاجه هوينه. حقق معانا 5 دوري زي ما قلنا، و3 مرات كاس، وواحده دوري ابطال، يعني تقريبا بنتكلم في 9 بطولات، مش حاجه بسيطه. وكان مشارك وكان من الركائز الاساسيه. طبعا احنا كابتن شطه بنقلنا ليه كل التقدير والتحيه. ودي كانت حاجه بسيطه عن نجم كبير من نجوم النادي الاهلي. دي كانت الحلقه الثانيه. ان شاء الله الحلقه الثالثه برضو احنا هنركز على الناس اللي احنا مش على درايه كافيه بيهم. يعني هنركز على الناس اللي احنا مش على درايه كافيه بيهم، مش على معرفه كافيه بيهم. ان شاء الله الحلقه الثالثه هتكون عن نجم مميز جدا 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 جدا، وهيكون من اولى الناس اللي احترفت في الدوري الانجليزي. يعني النجم اللي معانا في الحلقه الجايه هيكون من اولى الناس اللي احترفت، وكان نجم كبير جدا، ولعب اهلي وزمالك على فكره. اذا عرفت هو مين حطوا لنا اياه في الكومنتات، واخواتنا وحبايبنا الدعم 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 من اخوكم. لايك وشير وكومنت لطيف من الناس الجميله اللي عندي على الصفحه. يعني انا بتمنى تساندونا مسانده اكبر من كده. هسيب لكم اللينك على بتاع الفيديو على اليوتيوب. خشوا دعمونا على قناه اليوتيوب، ودعمونا على الفيس، انستجرام موجود، تيك توك موجود. اخواتنا وحبايبنا، احنا صفحتكم منكم وليكم. ابن النادي الاهلي يخص جمهور كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي، وكل الناس اللي بتحب كره القدم. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.